انجح واسهل وصفه تاع بريوش اللي مستحيل نبدلها ولا نستغنى عليها خاصه في رمضان. محشي بواحد الكريمه طيبوه مباشره ويجي خفيف كي القطن حتى لو كان تكونجليوه وتعاودوا تجبدوه اون ديغي هذاك وين طيبتوه. وصفه اقتصاديه فيها 2 كيسان تاع حليب، نص كاس تاع سكر مغرف، كبيره تاع خميره، 2 كيسان تاع فرينه. نخلطهم مليح بالفوي اليدوي ولا بالبراميكس ونخليهم يخمروا نص ساعه. نزيد عليهم نص كاس زيت، 2 بياض بيض والصفار نخليوه للدهن، ونضيف عليهم 3 كيسان ونص واحد اخرين تاع فرينه، وعندي مغرف صغيره تاع الملح. تحبوا تلموها بيديكم ولا بالبيتخان تاع خلوها تعاود تخمر مليح حتى يتضاعف الحجم تاعها. قرصها من بعد الى كرات، خرجت تقريبا 30 كره. طيبت لك خام باتيسير وراح نضيف لها هاد الشوكولا جديده تاع توبيلي بزاف بنينه وماشي حلوه وما فيهاش كامل الزيت يعوم من الفوق. شوفوا لي القوام تاعها كيفاش يجي متجانس، وتشوفوا شحال بنينه زدت بنه هايله. لا كريم باتيسير اللي تلقاو الوصفه تاعها في لي فيديو هنايا في الانستغرام تاعي. زدت لها غير مغرف كبيره، خلطتها مليح ونروح نفخسي بها البريوش تاعي. شويه شكلتهم خبيزات وشويه درتهم كرات، فرصيتهم كامل بنفس الكريمه، وتشوفوا شحال جاو خفاف وشحال جاو بنان. وسر نجاح البريوش هو انكم كي تشكلوه تخليوه يعاود يخمر مليح قبل ما طيبوه. دهنتو بصفار البيض وطيبتو في فرن مسخن من قبل المليح. بعد ما طابو رشيت عليهم شويه سكر كلاص. درت كميه بزاف كبيره، درتها في لي بواط، خبيتهم في الكونجيلاتور. ديروا حفظ للفيديو باش تجربوها نتوما تاني، وقولوا لي في التعليقات ولا عجبتكم الوصفه.